يا صباح السعادة، أنا سمر ودي قناتي. النهاردة بقى بما إننا في الشتاء والجو ساقع واليوستفندي كتير جدا ومال السوق، فقلنا نعمل كيكة اليوستفندي. كيكة مميزة وطعمها رهيب، جميلة جدا، حاجة كده من الآخر، وهنعملها في الخلاط في أقل من 5 دقايق. تابعيني لآخر الفيديو عشان تعرفي سر نجاح الكيكة إيه، وإزاي ما تهبطش منك، وإزاي يطلع لونها فاتح وجميل. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا إيه. معايا 6 من اليوستفندي زي ما انتوا شايفينهم كده، قشرتهم وقطعتهم بالنص وعينت منهم البذر. خليت واحدة بس هقطعها معاكم وعين منها البذر قدامكم. نبدأ نقطعها من النص كده. الكيكة دي رائعة يا جماعة، وانا عاملة كيكات كتير على القناة، كيكة البرتقال وكيك يومي، ادخلي عليها وشوفيها هتعجبك جدا. بعد ما قطعتها نصين كده هبدأ عين البذر منها بحرف سكينة، بحرف اي حاجة كده نطلع منها البذر. انا بطلعها بحرف السكينة كده عشان لازم البذر يطلع عشان الكيكة ما تمررش مننا يا جماعة. بس كده، وبعدين هننزل بقى باليوستفندي بعد ما نعين البذر منه. فين انا خلصته كده زي ما انتم شايفين، هنحطه في الخلاط. الكيكة كلها هتعمل النهاردة في الخلاط، وهنبدأ نضربه. مش هنزود مية ولا اي حاجة لان اليوستفندي كله مية، فهي تتضرب بكل سهولة معانا. بصوا اتضربت بكل سهولة ازاي، اليوستفندي نزل المية بتاعته ازاي. حلوة اوي الكيكة دي. عايزه اقولك على حاجه، ان الكيكه عشان ما تهبطش منك لازم تجربي البيكنج باودر. لو هبطت منك مره غيري البيكنج باودر تاني، لو هبطت تاني غيريه تالت لغايه ما تحصلي على القوام المناسب. بعد ما صفيت اليوسفي هنا كده زي ما انتم شايفين، هجيب الخلاط وهنزل بالمكونات فيه. اول حاجه كوبايه من السكر، الكوبايه اللي هنعاير بيها السكر هنعاير بيها البرتقال زي ما انتم شايفين، اليوستفندي سوري. نزلت بكوبايه يوستفندي هنعاير بيها الزيت، ومعايا كمان 3 بيضات. الكوباية تكون موحدة يا جماعة للكل. يبقى نزلت بالسكر وباليوسفي وبالبيض، ونزلت على البيض بالفانيليا طبعا، ونزلت بكوباية الا ربع من الزيت. والزيت لازم يكون يا جماعة طعمه حلو عشان الكيكة ما طعمها ما يغيرش معانا. هنضربهم في الخلاط كويس جدا لغاية القوام ما يفتح معانا. وزي ما قلت لكم البيكنج باودر عامل اساسي في علو الكيكة. بعد ما ضربته وافتحها زي ما انتم شايفين كده، جبت المنخل وهنزل بكوبايتين ونص من الدقيق بنفس الكوباية برضو. عشان الكيكة تنجح لازم المعايير كلها بنفس الكوباية. نزلت بالكوبايتين ونص من الدقيق كده زي ما انتم شايفين، هنخلهم كويس جدا. وعشان الكيكة تبقى عالية منك وما تهبطش منك خالص لازم الدقيق يبقى منخول يا جماعة، عشان تطلع هشة وجميلة معاكي كده. انا نخلت الدقيق هنا كده خلاص. هنزل بالخليط عليه. بصوا الخليط يفتح ازاي. نسيت انزل بالبيكنج باودر، فهنزل بيه دلوقتي بكيس البيكنج باودر. زي ما قلت لكم البيكنج باودر عامل اساسي في علو الكيكه. والفرن كمان لما تدخليها الفرن اول ما تستوي تروحي مطلعاها وتحطيها على حامل سخن، ما تخليهاش في الفرن شويه وبعدين تطلعيها. انا خلطت الخليط هنا. بصوا القوام هو ده القوام المناسب اللي احنا محتاجينه، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط حلو جدا. وهنا دهنت الصينية بمادة دهنية وبدقيق، وهبدأ انزل بالخليط كله كده زي ما انتم شايفين. شفتوا السمك بتاع الخليط؟ هو ده السمك اللي احنا محتاجينه، لا تقيل ولا خفيف، وسط يا جماعة. هدخلها على الفرن على درجة حرارة 180. هبدأ هنا اخبط الصينية شوية عشان اطلع الهواء منها، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي. تقعد من نص ساعة لساعة الا 5 دقايق معاكي، ل55 دقيقة على حسب فرنك، وبعدين تطلعيها زي ما انت شايفه. بصي طلعت، انا طلعتها من الفرن على طول، حطيتها على حامل سخن عشان ما تهبطش مني في الفرن يا جماعه. ده سر برضو من اسرار ان الكيكه بتهبط. بصوا لونها تحفه، لونها موحد جدا وعاليه وهشه وجميله، حاجه كده من الاخر. نبدا بقى نقطعها مع بعض كده ونشوف هي هشه ولا لا من جوه. عايزه اقول لكم ان ريحتها فظيعه ولونها ذهبي جميل جدا 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 زي ما انتم شايفين. بصوا هشه جدا وجميله وطريه وجميله ولونها فاتح، وقلنا اللون الفاتح ده من السكر. هدوقها معاكم طبعا واقول لكم رايي. طعمها حكايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك